كنت دلوقتي بتطبل يقول لك اصل الشيبي وهيلف على الشيبي مهما كان ما تضربش بالقلم ما تسبليش. هو مش علي معلول يا كابتن تونسي محترف؟ ساسي ما كانش محترف. استنى طب ما علي ضربه بالقلم ما اتكلمتش ليه؟ يا كابتن ما احنا قلنا اهو هيتعرض للبيع. مين اللي اتعرض؟ على حسين الشحات. انا قلت لك لا على علي معلول لما ضربه في ماتش السوبر اللي هناك اللي فين؟ لا طب ما قلنا هو مين اللي عامل لك الفجوه دي يا اسلام؟ لان ما فيش قرار بيطلع من راجل ذكر في اتحاد الكوره بياخد قرار. انا اتضربت في الماتش هنا امبارح وانا النادي الاهلي احرج اتحاد الكوره واحرج المنظومه الرياضيه لما خد القرار ده. طب انت اتحاد الكوره مستني مين عشان تاخد القرار؟ ما تقول لي يا اسلام مستني مين ياخد ان برضه الشيبي ما تعفوش من المسؤوليه. لا ولا مالكش دعوه بالجماهير ولا يشيل حاجه. مالكش ان انت تعمل لا النادي الاهلي اكبر منك ومن الانديه المغربيه. لا ثواني بس ثواني بس كابتن ابو الدهب. النادي الاهلي اكبر منك ومن اللي خلفوك ومن اللي زرعوك ومن كل ده. كابتن ابو الدهب ايه يا جماعه في ايه؟ مش حسين الشحات اللي هيخسرنا بقى؟ ده واحد متكركبه قوي قال لك ان الشيبي طول الماتش بينطق بألفاظ خارجة على الام وعلى الزوجة للعيبة. وطال طاهر محمد طاهر كلام جامد جدا، تحديدا طاهر كلام جامد جدا. وان حسين الشحات تعرض هو كمان للقصة دي، وانه طول الماتش يعمل حركات للجمهور ويتلفظ بكلام خارج للعيبه، وان الشيبي معتاد على كده من السوبر. ده كلام ايه؟ الراوي. وان في السوبر ان علي معلول لما انفعل، وعلي معلول لاعب تونسي ومحترف في النادي الاهلي زي ما الشيبي راجل محترف وهو لاعب مغربي محترف في بيراميدز. من ناحيه علي معلول قال لك علي معلول على الشيبي لانه الشيبي طول الماتش برضه بيتلفظ بالفاظ خارجه جدا. فده السر في هذا الانفعال الشديد اللي ظهر عليه حسين الشحات. لا وعلى كده الكابتن محمود لازم يغرم حسين الشحات 80 مليار جنيه كمان. يعني المفروض بدل القلم يديله 7، ما انت كده بياخد 7 اقلام